السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني. هتعملي ايه يا ام وعد؟ النهارده هنعمل تكمله لاكل العروسه يا حبايب قلبي. طبعا عملت الكسكسي معاكم، وهقول لكم المكونات بتاعه تتبيل الفراخ. ان احنا عاملين كميه فراخ. ده جنزبيل يا حبايب قلبي، على ورق راولي، على توابل زي ما انتم شايفين كده. كمون يا حبايب قلبي، فلفل اسود. احنا عاملين كميات. كزبره. روح التتبيله دي يا حبايب قلبي الكزبره. صلوا على النبي يا حبايب، صلوا على النبي. ربنا يتم على عروستنا على خير يا رب. دي قرفه يا حبايب. كفايه يا ست ام آية. كمية البصل يا حبايب قلبي، الكمية دي أنا عاملة حوالي 4 كيلو بصل، وعاملة كيلو قوطة، وهعمل حوالي 5 علب صلصة من الكبار. وأنا بوضب الحاجة كلها في الصاجات وداخلة الفرن. هرجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما ضربنا البصل بالقوطة بالبهارات اللي قلت لكم عليها. طبعا احنا عاملين كمية زي ما انتم شايفين. رصوا يا حبيبتي. دي اول مرحلة للفراخ يا حبايب قلبي كده. هتبات في التتبيلة كده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على النبي يا ام وعد. كل اللي بيودي فرش بنته او بيعمل التنجيد بيعمل كده. كل واحد يا حبايب قلبي زي ما قلنا على قده. يا ست ام حماده، يا ايمان، عقبال اولادكم يا حبايب قلبي، وعقبال ما تفرحوا بحبايبكم يا رب. انا عارفه ان انتم مشاركينا فرحتنا، وانا حاجه بتسعدني اهتمامكم بيا يا حبيبه قلبي. وبالله عليكم بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والشير وفي الاشتراك في القناه. بحبكم في الله يا حبايب قلبي. كل الفراخ ديت يا حبايب قلبي زي ما قلنا كده. لا، كل واحد وعلى قده. ام العروسه جاي لها ناس كتير بسم الله ما شاء الله، وحبايبها كتير يا حبايب. طبعا الزغروطه دي بتاعت الست ام آية. على قد اهو. مش كل مره تقول لك ايه اعملي يا ام آية على قد. طبعا هي ما بتتوصلش يا حبايب قلبي. خالتي مجاملاها مديله، بس هي من قلبها والله. بسم الله ما شاء الله. الحاجه دي كلها هتخش الصاجات في الفرن يا حبايب قلبي، وهتشوفوا الاكل كله وهو طالع بامر الله كده. حاجه تفرح وحاجه تشرح القلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالف هنا وشفا للي هياكل، وعقبال الحبايب كلهم يا رب كده، ويستر عرض الولايه، ويفرح البنات كلها. ايوه كده. فين الزغروطه الحلو؟ حلو حلو. اللهم صل على النبي. العروسه اللي بتهق دي ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هرجع لكم وانا مخلصه الحاجه كلها ومستويه وطالعه من الفرن. طبعا صباح الفل يا حبايب قلبي. جمعه مباركه عليكم وعلى اولادكم وعلى حبايبكم. الفراخ بتاعتي باتت في التتبيله وخدت راحتها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. ورجعنا هنرص الحاجه في الصاجات وندخلها الفرن عقبال ولادكم. جمعه مباركه عليكم وعلى حبايبكم وعلى اولادكم يا رب كده، وعقبال كل البنات، ويفرح كل الولايه يا حبايب قلبي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، هخلص الكميه كلها وتطلع لي من الفرن واوريكم اكل العروسه النهارده. عقبال بناتكم يا رب، صباحكم فل. انا مش عارفه اقول ايه، عقبال اولادكم وربنا يستر عرض الولايه كلهم. الدنيا زحمه عندي جدا الا بالله. طبعا ده كان مليان كسكسه للاخر، وده الصاج الثالث يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا حبايب، زغراتوا كل ده الطبق الثاني. زي ما قلنا حبايبنا كتير وحبايب العروسه كتير. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عقبال ولادكم يا حبايب قلبي. لايك وشير واشتراك في القناه، واحبكم لله.